في أرض الوطن. نتابع التفاصيل في تقرير كمال بوعز عبيد وأحلام شوربية. هي مشاهد وصول جثمان الشاب بوسيف عبر مطار وهران، والذي لقي مصرعه في محاولة الوصول إلى إسبانيا عبر قوارب الموت. كانت أمه في وقت سابق وعبر قناة النهار وجهت نداء مساعدتها لتوفير تكلفة نقل جثته لأرض الوطن لوار الثرى بمقبرة بني صاف. نحمد ربي ونشكره، نحمد ربي ونشكره 3 خطرات على هذا الانسان. هذا هو اللي جابه لي، خوه خلص وهذا الانسان جابه لي. هذا خلى الزوجه تاعه مريضه حامل و15 يوم هو تما في اسبانيا وعاونا. هذا امين. هادو وليداتي ربي يخليهم، ربي يخليهم، ربي يجزيهم الخير. ونشكر بزاف قناه النهار اللي تعذبوا معايا، تعذبوا لحقوني في كل بلاصه وين ما مشيت لحقوني. جمعيات عديدة ومغتربون تحركوا لتوفير مبلغ 6000 أورو للمؤسسة المكلفة بنقل الجثث، وتابعوا القضية بتفاصيلها لمساعدة السيدة حورية ونزع حرقة تواجد جثة ابنها بعيدا عنها. امين هو اللي وقف معايا على خاطر جا، هو اللي زعما اللي تكلف، هو اللي عاونني الحمد لله. كان ماشي هو ما نديرش البريمي با. والحمد لله. النصيحه اللي نطلبها لحد الحراقه والله نقول لهم غير الله يهديهم وصافي. هذا ما نقول لهم على خاطر راهم غالطين بزاف. اوروبا ما تمدش الدراهم. المرحوم الحمد لله راه جبناه، واليوم باذن الله على 1:30 ان شاء الله ندفنوه. والله يخلف على الجمعيات اللي ساعدت، والله يخلف على النهار. ونشكر الشكر الجزيل الاخ يوسف اللي هو قدم المال. والحمد لله الامانه كما نقولوا رجعت لمواليها والحمد لله. الله اكبر. رغم مرارة الفراق، إلا أن دفن جثة بوسيف قرب والدته استطاع أن يخفف عنها الألم ويجسد صورة تضامن صنعها شباب جزائري مغترب. رحمه الله، وتحية لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في تلبية نداء هذه الأم. نمر إلى قطاع الصحة. يطالب سكان منطقة عين الفرحات بولاية أم البواقي من السلطات المعنية توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى المحرومين نحو المصالح الاستشفائية العمومية بعين البيضاء في ظل ضعف التغطية الصحية بالمنطقة رغم توفرها على قاعة علاج. نتابع التفاصيل في تقرير رشيد مقدم.